السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله جاية لكم بوصفة جميلة جدا لتفريز الطماطم، وان انت تعملي الطماطم بتاعتك صلصة بنفس قوام ولون صلصة الشركات، بمكونين اتنين بس هتحطيهم على الطماطم هتطلع معاكي بنفس اللون وبنفس القوام. النهاردة مختلفة تماما عن كل الوصفات. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة والمكونات بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا يا قمرايا تعالي بقى لما اقولك على المكونين بتوعي عبارة عن ايه. انا عندي هنا اول حاجه الطماطم بتاعتي غسلاها ومنضفاها، وانا عندي الطماطم دي صراحه انا كنت جايباها الكيلو ب5 جنيه، يعني انا كده كده جايباها عشان اعمل بيها الصلصه بتاعتي. ما همنيش بقى ان هي تبقى كبيره ولا صغيره. غسلتها وشلت القمع بتاعها ورحت جايبه الحله بتاعتي ورحت فاتحه الطماطم بتاعتي كده نصين. لو كبيره شويه هتقطعيها 4/4. تمام، هي الطماطم بتاعتي ايه صغيره زي ما انت شايفة كده. هاتي بقى كوباية مية وحطيهم عليها. والمكونين الاتنين بتوعي عبارة عن ايه بقى؟ حباية واحدة من البطاطس وحباية واحدة من البنجر. البطاطس عندي هتديكي القوام التقيل بتاع صلصة الشركات، وكمان البنجراية الصغيرة هتديكي نفس لون الصلصة. تمام كده، مكونين سهل وبساط جدا. طبعا انا ولعت عليهم النار ولعت عليهم البوتاجاز على نار متوسطة كده، وايديا فيهم بقى. بس اهم حاجة ما تنساهاش عشان ما تجيش تلسع منك من تحت. تمام، يعني كل 5 دقايق كده ايه تقلبيها لغايه ما تبتدي ان هي تشرب الميه بتاعتها زي ما انت شفتيها كده في الحله. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ خلاص هنتعامل بقى المعامله العاديه بتاعه الصلصه. بصي القوام بتاعها عامل ازاي واللون. وعلى فكره يمكن كمان الاضاءه مش مبينه اللون بتاعها. اللون بتاعها زي ما شفتيه في اول الفيديو. قسما بالله انا ما زودت حاجه غير البطاطسايه والبنجرايه. تعالي بقى اضربي بقى الطماطم بتاعتك في الخلاط وصفيها زي ما هي كده. هتطلعي منها بقى البذر والقشر اللي هو كان فيها مطرح السلق. تمام، عشان تبقى الطماطم بتاعتك كده ايه ناعمه كده وحلوه زي ما انت شايفه كده بالمنظر ده. كل اللي هتعمليه هتضربيها في الخلاط وهتصفيها بقى التصفيه بتاعتنا العاديه خالص. والنهارده بقى مش هرجعها تاني واسبكها، لا ده انا هشيلها كده زي ما هي. بصي هحط لها مكونين بس عشان يحفظوها لي في التلاجة، وهتشيليها بقى هتقعد معاكي شهر 2 3 4. والله العظيم بجد ما بيحصل لها اي حاجه. وعلى فكره انا جربت كل طرق الصلصه. الطريقه دي بجد قسما بالله وحياة عيالي بجد مختلفة تماما عن أي طريقة تانية. في قوام الصلصة كمان البطاطساية فرقت معايا كتير جدا. البطاطساية طبعا احنا عارفين البطاطس فيها نشويات، فنزلت النشا بتاعها. أنا حاسة إن قوام الصلصة بصي زي ما انت شايفاه كده. بصي القوام بتاعها عامل ازاي واللون بتاعها. والله العظيم انا ما زودت حاجة على الصلصة غير الطماطم والبنجر والبطاطساية، ولا حطيت لها بابريكا ولا اي حاجة. بصي اللون بتاعها تحفة، مش قادرة اوصفهولك بجد. يعني دي كده تقدري تعملي بقى بيها حبة مكرونة كده بالصلصة، هتخلي المكرونة بصي حمرة كده زي الدم. طبعا المكونين بقى الاتنين اللي انا هحطهم عشان تحفظ لي الطماطم بتاعتي في التلاجة. هحط حبة زيت هنا عليها. يعني انا طبعا انا عندي عملت بلاستيكية كبيرة وبلاستيكية صغيرة. حطيت هنا حبة زيت وهنا حبة زيت وهنا نص معلقة من السكر عشان تعادل نسبة الحموضة بتاعتي، والسكر يعتبر مادة حافظة للصلصة. هو ده كل المكونات وهي دي الطريقة، ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. طبعا كل اللي هتعمليه ان انت بقى هتبتدي ان انت تفرزيها في التلاجة. بصي انا ما سبكتهاش، انا ما رجعتهاش تاني باي مادة دهنية ولا اي حاجة. استكفيت بس بنص كوباية بنص معلقة السكر وحبة الزيت. وطبعا وقت الاستخدام بقى هتطلعي الكيس لغاية ما يفك، وهتروحي مقلية بقى لو كنت هتعملي مكرونة هتعملي اي وصفة ليكي. هتقلي البصلايه وهتنزلي بكيس الصلصه بس كده، وهتزوديها بقى الميه. بصي طريقه سهله وفي منتهى الجمال. والله العظيم جربي الطريقه دي هتعجبك وهتعرفي الفرق بنفسك. انا طبعا هنا عبيتها بقى في الاكياس بتاعتي، وهبتدي ان انا ادخلها ايه الفريزر. هتوفر معاكي كتير
كتير جدا في الوقت والمجهود. وعايزه اقول لك على حاجه انا دايما بعملها، انا بعمل لما باجي افرز الطماطم بعمل كيس صغير وكيس كبير. الكيس الكبير للاكلات مثلا الكبيره اللي انا احتاجها، ولو احتجت بقى من صلصه تاني ان انا اكمل الاكل بتاعي باخد الكيس الصغير، مش بفتح كيس كبير وابوظه عشان اخد منه ايه حبه واكمل الاكل بتاعي كده. بصي سهله وبسيطه جدا، اتمناكي تجربي الصلصه بنفس الطريقه هتعجبك جدا جدا جدا. الوصفه سهله وبسيطه واتمنى ان هي تعجبكم، ونتقابل الفيديو الجاي على خير.